كرة القدم الفرنسية على أعتاب فصل جديد ومثير. ديدييه ديشان سيترك منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد كأس العالم. زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً لخلافته. هذه خطة خلافة تم التخطيط لها لسنوات، من المتوقع أن يكون الانتقال سلساً. زيدان أسطورة في كرة القدم الفرنسية، لقد كان لاعباً رائعاً، فاز بكأس العالم عامين كما فاز ببطولة أوروبا. الآن هو مستعد لتولي أكبر منصب في كرة القدم الفرنسية. إنه الرجل المناسب لقيادة فرنسا إلى آفاق أعلى. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لديه ثقة كبيرة في زيدان. إنهم يعتقدون أنه الرجل المثالي للبناء على إرث ديشان. سيرث زيدان فريقاً موهوباً. هذا الفريق قادر على السيطرة على كرة القدم لديه ثقة كبيرة في زيدان. إنهم يعتقدون أنه الرجل المثالي للبناء على إرث ديشان. سيرث زيدان فريقاً موهوباً. هذا الفريق قادر على السيطرة على كرة القدم العالمية لسنوات قادمة. الحماس يتزايد في جميع أنحاء فرنسا. عصر زيدان يقترب. إنه وقت مليء بالتوقعات الكبيرة والآمال لكرة القدم الفرنسية. كان ديدييه ديشان مدرباً ناجحاً للغاية لفرنسا. تولى المسؤولية في عام 2012. قاد فرنسا إلى المجد في كأس العالم 2012. كما قاد فرنسا إلى نهائي يورو 2012. كانوا وصيفاً في كأس العالم 2022. سيترك إرثاً دائماً. كان زيدان ينتظر بصبر فرصته. لقد كان بعيداً عن التدريب منذ مغادرته ريال مدريد في عام 2020. حقق نجاحاً مذهلاً في ريال مدريد. فاز ب3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. كما فاز بلقبين في الدوري الإسباني. لم يخف زيدان رغبته في تدريب فرنسا. إنها وظيفة أحلامه. يريد رد الجميل للبلد الذي يحبه. إنه مستعد للتحدي. المسرح مهيأ لزيدان. إنه مستعد لكتابة اسمه في تاريخ كرة القدم الفرنسية مرة أخرى. من المتوقع أن يوقع زيدان عقداً طويل الأمد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. من المتوقع أن يكون ترتيباً مرناً. سيسمح لزيدان بمواصلة العيش في مدريد. سيحتاج فقط إلى أن يكون مع المنتخب الفرنسي خلال فترات التوقف الدولية. سيرث زيدان فريقاً مليئاً بالمواهب العالمية. كيليان مبابي هو نجم الفريق. إنه بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم. راندل كولو مواني لاعب رئيسي آخر. لقد كان في حالة رائعة. سيتطلع زيدان إلى بناء فريق حول هؤلاء النجوم الشباب. يريد إنشاء سلالة في كرة القدم الفرنسية. إنه يعلم أن لديه اللاعبين للقيام بذلك. المستقبل مشرق لكرة القدم الفرنسية. زيدان هو الرجل المناسب لقيادتهم إلى عصر جديد من النجاح. يعد تعيين زين الدين زيدان بمثابة انقلاب كبير لكرة القدم الفرنسية. إنه فائز بالفطرة. لديه سجل حافل بالنجاحات. إنه الرجل المثالي لقيادة فرنسا إلى المزيد من المجد. شهد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة. فيليب ديالو هو الرئيس الجديد. إنه ملتزم بالشفافية والتنوع. كرة القدم الفرنسية في حالة جيدة للغاية. المستقبل مشرق بشكل لا يصدق. المشجعون متحمسون لما يحمله المستقبل. لقد أسر تعيين زيدان خيال الأمة. ستكون كل الأنظار على فرنسا عندما يدخلون الملعب في المرة القادمة. عصر جديد على وشك أن يبدأ. قد تكون هذه بداية شيء مميز حقاً.